ده بالظبط اللي انا هعمله لو عايز ابتدي الموبايل ماركتنج من النهارده. بقالي اكتر من 5 سنين متخصص في الموبايل ماركتنج، ودي الخطوات اللي همشي عليها بالظبط لو عايز ابتدي من الاول. واحد، هبتدي ادور على المشاكل اللي الشركات القائمة على الموبايل ابلكيشن بتعاني منها. اتنين، هدخل كل الكوميونيتيز اللي ممكن يكون فيها ناس بتشتغل في نفس المجال. تلاتة، هدور على كل الادوات المستخدمة في الموبايل ماركتنج واتقنها. أربعة، هبدأ أحدد مجالين أو 3 بالكتير دول اللي أنا أحب أكون بشتغل فيهم. 5، هتابع كل الشركات اللي في المجالين أو ال3 دول وأشوف لو أنا بشتغل في واحدة منهم إيه القرارات اللي أنا محتاج أخدها. 6، هعمل خطة موبايل ماركتنج كاملة لواحدة من الشركات دي بناء على متابعتي عن قرب ليهم كلهم، عشان أبقى جاهز لو اتسألت في أي انترفيو إيه الخطوات المنظمة اللي ممكن أعملها تنقل الشركة. لو الشغل في مجال الديجيتال ماركتنج كان عبارة عن عربيات، فأنا بعتبر الموبايل ماركتنج هو العربية الإكزوتيك، معقدة وصعبة وغالية، لكن أول ما تدور تلفت انظار كل اللي حواليها. لو بتشتغل في اي مجال في الديجيتال ماركتنج وعايز تنقل للموبايل، سيب لي كومنت